يا مساء الفل، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ والله العظيم وحشني جدا جدا. آه رمضان كريم وعدى. كل سنه وانتم طيبين، والعيد عدى برضو، كل حاجه عدت واحنا ما فيش حلقه. والحقيقه يعني ما كنت اكيد مش هعمل يعني حلقه، يعني لا في رمضان ولا في العيد، لا انتوا هتسمعوني ولا انا قادره اسجل حاجه، يعني صباح الخير. بس رجعنا. النهارده الحلقه هنتكلم فيها عن حاجه كلنا مرينا بيها، حاجة كلنا معظم الوقت بنخاف منها، حاجة بتخلينا أوقات نواجه نفسنا وأوقات تانية تخلينا نلجأ للهروب منها. أه الحاجة دي هي طبعا المواجهة. الحقيقة ان المواجهة مش مجرد كلمة بس، هي مشهد في حياتنا بنعيشه يوميا من غير ما نلاحظ. يعني هل انت فكرت في يوم ان المواجهة مش دايما مع الناس اللي حوالينا، بل هي لازم او مش لازم، بعض الاحيان بتكون مع نفسنا، بتكون مع افكارنا، مع مشاعرنا. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة مش سهل، بس في النهاية هو بيفتح لنا ابواب جديدة في ان احنا نتعامل مع الحياة. ازاي نواجه مشاعرنا، وازاي نقدر نواجه الاشخاص اللي اثروا علينا في حياتنا، واهم من كل ده ازاي ان احنا نحول فكرة المواجهة من إن هي فكرة خوف لفكرة شجاعة ونمو. في نوع من المواجهات للأسف عمره ما بيحصل، وبيفضل متخزن زي كده لما نشيل حاجة في الفريزر ونيجي بعد 15 سنة نكتشف ان الحاجة دي لسه جوه. هو المواجهة المؤجلة. والحقيقة ان المواجهة المؤجلة دي هي ما تأجلتش بمزاجها، انت كتمتها عشان خاطر ما ينفعش تطلع. يمكن ما كانش ينفع تطلع عشان خاطر انت خايف تخسر الشخص اللي قدامك، او خايف صورة الشخص اللي قدامك اللي انت بنيها عنه دي تتهز في عينيك. وغالبا لو انت عملت كده فانت متأكد 100% ان انت لو واجهت الصورة هتتهز. ويمكن احيانا الناس بتشيل فكرة المواجهة من دماغها عشان صورتها هي ما تتهزش. مين فينا ما فيش في ذاكرته موقف كده زي الشوكة اللي بتوجع كل ما بنفتكره؟ يعني كلمة ما كنتش قادر تطلعها، احساس اتكتم بقاله سنين طويلة، مواجهة اتأجلت لحد ما طعمها بقى مر اكتر من الوجع اللي هو سببها في نفسه. يعني كم مرة مثلا الجملة بتاعت انه كان نفسي اقول لفلان ان هو وجعني دي دارت في دماغك ليل ونهار، وانت بتخاف تقولها بقى عشان خايف من رد الفعل، خايف تخسر الصورة زي ما قلت لك. ويمكن لو الموقف اتكرر مع نفس الشخص او مع شخص تاني برضو انت بترجع لنفس الفعل، الا وهو ان انت تسكت وما تواجهش عشان انت خايف ان رد الفعل يتكرر، مع ان ممكن يبقى الشخص مختلف، بس انت دايما بت بتتوقع السيناريو السيء. مع ان معلش، حتى لو السيناريو السيء ده حصل واللي قدامك مشي، او اللي قدامك كان رد فعله مش احسن حاجة، فهو غلط اللي قدامك مش غلطك انت. لان حتى المواجهة يعني مش عارفة اقولها لك ازاي، عايزة اقول بتليد بس بالعربي. لان المواجهة بتؤدي لانه انتوا الاتنين تتناقشوا، لو في حاجة كمان هو متضايق منها هيقولها. فهي لو في حاجة سلبية حصلت هي هتبقى سلبية بسبب رد الفعل مش بسببك انت. اللي بيحصل في الحقيقة ان الوجع اللي مكتوم ده مش بيتلاشى، بالعكس هو بيتخزن في اعماقنا وبيشكل نظرتنا لنفسنا وللعالم، وبيأثر على علاقاتنا الحالية من غير ما احنا ما ناخد بالنا. يعني تخيلوا اللحظة لو آه، في اللحظة اللي عدت دي بعض من الشجاعة خلتنا نعبر عن اللي جوانا بصدق من غير من احنا نخاف من الاتهام، سواء بقى بالضعف، سواء بالشكوى، سواء بأي حاجة. كان ممكن ايه اللي يحصل؟ كان ممكن احنا نفسنا نكون في مكان تاني خالص غير دلوقتي. مجرد اخراج الكلام ككتابة او بصوت مسموع
بيبقى عامل زي طبطبة، سواء بقى ليك لنفسك لو انت هتحتفظ بالكلام ده لنفسك، او ان انت تقوله لشخص، او انت تقوله لصاحب الموضوع نفسه. كل ده بيريح. يعني حتى لو هو يعني ما حصلش نصيب وقلت للشخص صاحب المشكلة نفسه انت عملت 1 2 3، احنا ليه ما بنقولش حتى بصوت عالي ما بيننا وما بين نفسنا؟ احنا كأننا بنخاف نقول قدام الناس بصوت عالي ان في حاجة بتزعلنا، مع ان الطبيعي ان الانسان بيزعل وبيتشائم وبيتوجع وبيتخبط وبيحصل له حاجات غريبة. فاحنا ليه بنتبرى من اننا عندنا احساس؟ حاجة غريبة. بس الحاجة الاغرب بقى اننا كلنا شاطرين في توجيه اصابع الاتهام على اللي حوالينا، فاننا نشوف اخطائهم وتقصيرهم، لكن اللحظة اللي بنقف فيها قدام نفسنا بصدق من غير تجميل ولا تبرير، دي بتكون أصعب وأشجع مواجهة ممكن نعملها. كلمة أنا السبب، أو كلمة أنا كنت لازم أمشي بدري، أو كان لازم أسمع كلام كذا وكان لازم أسمع كلام كذا. الاعتراف ده مش ضعف، ده قمة القوة، إنك تشوف دورك في اللي حصل ومسؤوليتك تجاه النتيجة. ده بيحررك من دايرة اللوم والعجز. ليه المواجهة دي أصعب مواجهة؟ حتى لو الموقف مش موقف يخص 2، موقفك انت تجاه نفسك في حياتك. لو جيت مثلا قلت انا في الموقف الفلاني كنت غلطان ان انا عملت كذا كذا كذا، او انا غلطت لما اديت اهتمام لكذا اكتر من كذا، وكان لازم ابص انه مثلا صاحب بالين كداب، وما كنتش يعني انا كنت مدي لنفسي حجم اكبر من اللي انا فيه، وحاجة كانت فوق قدرتي وانا كملت فيها. المواجهة دي اصعب من مواجهة ان احنا نواجه ناس، ان احنا نواجه نفسنا. هو اصعب من ان احنا نواجه ناس تانية، لان هي بتجبرنا اننا نشوف نفسنا بعين تانية. عينينا متعودة على الكمال والمثالية اللي احنا بنحاول نصدرها، بس العين التانية اللي احنا بنحاول نواجه نفسنا بيها دي هي العين اللي شايفانا زي ما احنا، بالمنطقية والواقعية، وكل حاجة عادية فينا. احنا بنغلط، احنا مش ملايكة. العين دي بتجبرنا نتخلى عن دور الضحية المريح، وبتخلينا نواجه حقيقة اننا جزء من المعادلة. يعني قيمة المواجهة دي لا تقدر بثمن، لان هي بتقول لنا ان 1+1=2. فواحد غلط من اللي حواليك زائد الواحد اللي غلط اللي منك هو ادى للنتيجة دي. انت مش بره حاجة، او مثلا الدنيا مش جاية عليك، او حد عامل لك عمل، او الهبل اللي احنا بنقنع نفسنا بيه ده. لا، هي اهم حاجة فيها ان هي بتبني لنا احنا الوعي الذاتي الحقيقي، اللي لما بنواجه نفسنا بيه بنقدر نفهم الدوافع بتاعت افعالنا، وبنتعلم منها الانماط المتكررة اللي بتودينا لنفس النتائج. تعرفنا ايه هي الحقيقة اللي احنا بنهرب من مواجهتها مع نفسنا، وايه الصوت اللي جوانا اللي بيقولك لو كنت عملت كذا كان ممكن نجري بدري، او ممكن نبدأ بدري في مصالحة نفسنا. يمكن احسن حاجة فيها ان هي بتخلينا نبطل نكذب على نفسنا. المواجهة بتاعت النفس دي بتخليك قادر ان انت لو مثلا حد في يوم من الايام عرف او حاول ان هو يخلخل ثقتك بنفسك، تبقى انت اوريدي لا معلش، انا عارف انا كويس في 1 و2 و3، وعندي كذا وكذا وكذا، وعندي مشكلة في كذا ومشكلة في كذا ومشكلة في كذا، لان ده الطبيعي، مفيش انسان كامل. كتير مننا تعود على اسلوب الهروب كآلية دفاع اولى. موقف صعب، علاقة متعبة، مشاعر مؤلمة، اسهل حاجة هي الانسحاب والكتمان والتجاهل. فاحنا تعودنا ان احنا نكتم ونطنش ونجري بدل ما نقول انا تعبت او انا مش قادر اكمل. للأسف مجتمعنا للأسف ادى للصمت
قيمة عالية قوي، وادى الصبر برضو قيمة عالية على حساب التعبير عن الاحتياجات والحدود. بس الهروب عمره ما كان بيحل مشكلة. يعني تخيل ان انت بتهرب من وحش بيجري وراك، هل انت هتفضل تهرب طول الوقت؟ اكيد لا، اكيد لا، في وقت هتتعب فيه وهتبقى مضطر ان انت تواجه الوحش ده. فالمشاعر والمشاكل اللي احنا بنهرب منها بالظبط عاملة زي الوحش ده، فبتفضل كامنة ومدفونة جوانا لحد ما تظهر في صورة تانية أصعب وأقوى من إننا نتعامل معاها. قوة الاعتراف بالضعف، قوة الاعتراف بالضعف مش عيب، بالعكس دي أول خطوة تجاه القوة الحقيقية. إنك تقول أنا تعبت ده مش معناه إن أنت ضعيف أو معناه إن أنت شخص بيتعب بسرعة. ده كلام إحنا كلنا بنلوم نفسنا بيه، بس ده معناه إن أنت واعي بحدودك وبتحترم طاقتك. فالهروب عمره ما كان حل أبدا، بالعكس ممكن أنا أصلا لما أتكلم وواجه الاقي حد يساعدني، حتى لو انا مش قابل ده، حتى لو اللي قدامي مش هيبين ان هو يساعدني عشان خاطر غروري انا ما يتجرحش، بس هلاقي حد يساعدني، هلاقي حد ينقذني. للأسف احنا لما بنسمع كلمة مواجهة اول صورة بتيجي في دماغنا هي صورة صريخ واتهامات ووشوش محمرة وناس بتزعق في بعض، لكن دي عمرها ما كانت مواجهة حقيقية، دي مجرد رد فعل غاضب. الناس فاكرة المواجهة يعني فضايح وزعيق، بس الحقيقة ان المواجهة نضج وصوت هادي بيقول انا مش هسكت تاني. المواجهة الحقيقية هي ان احنا نقدر نعبر عن احتياجاتنا ومشاعرنا وحدودنا بوضوح واحترام، حتى لو الطرف التاني مش متفق معاك. فن الحوار الصعب اللي بنركز فيه على المشكلة مش على الشخص. يعني زي فكرة كده مثلا، في احيان احنا لما بنتكلم ونقول ان احنا زعلانين من حاجة، الناس ما بتتفهمش ان احنا مش زعلانين من الموقف على قد ما احنا زعلانين من المبدأ نفسه. يعني فكرة حدث لمبدأ نفسه، انت عندك المبدأ ده تمام، دي اللي تضايق، مش على موقف اهبل مر مرور الكرام. انا بتكلم على مبدأ انت سهل بالنسبة لك مثلا ان انت تسيبني زعلان، فهنا يقولك انت سبتني انا سبتك زعلان دقيقتين بس. انا مش بتكلم معاك على الموقف بتاع دلوقتي ان انت سبتني دقيقتين بس، انا بتكلم معاك على مبدأ ان انت هتسيبني زعلان اولع وتتكل على الله. يعني ده مثال مثلا على الحاجات دي. انه بنستخدم لغة انه مثلا انا بتضايق من كذا كذا، مش بتضايق منك انت. يعني انا بعبر عن تأثير الموقف عليا من غير ما اتهم الطرف التاني. زي مثلا ان انا كلمة اقول مثلا جملة انا حسيت بكذا لما حصل كذا، دي جملة اقوى بكتير من جملة انت دايما بتعمل واحد واتنين وتلاتة. لا، المواجهة البناءة بتحتاج ان احنا نسمع بانصات لوجهة نظر الطرف التاني، ونحاول نوصل لحل وسط يحترم حقوق الطرفين قدر الامكان. يعني انا مش بتهمك، بس الموقف اللي انت عملته ضايقني بعيدا بقى انت قاصد ولا مش قاصد، دي حاجة تخص رد فعلك اللي انا هشوفه بعد ما اتكلم. بس في الوقت اللي انا بواجهك فيه محتاج ان انا اكون من الاول اساسا ما اتهمتكش بحاجة، عشان احنا محتاجين نغير الصورة النمطية للمواجهة اللي في عقولنا دي. يعني هي مش حرب، هي مش فرصة لان انا اقول مين فينا بيغلط اكتر، بالعكس هي فرصة عشان خاطر اخلي العلاقة ما بيننا متينة اكتر، واحاول اخليها احسن. طبعا ده مش هيحصل غير بمساعدة اللي قدامك، انت عمرك ما هتعرف تطلع من المواجهة دي بحاجة مفيدة غير لو اللي قدامك برضو ساعدك. هل بقى بسم الله لا اله الا الله، هل بقى كل حاجة تستاهل المواجهة، ولا في حاجة اسمها فن اختيار المعارك؟ ده سؤال حاسم. هل كل كلمة بتضايقنا وكل فعل مش عاجبنا يستاهل اننا ندخل في مواجهة عشانه، ولا في مواقف تستاهل ان احنا خلاص نسكت ونعدي فيها وخلاص، ولا كل مرة هنحس بحاجة لازم نواجه؟ الحكمة كلها تكمن في فن اختيار المعارك.
طاقتنا النفسية محدودة ووقتنا محدود اكتر منها، فمش كل اهانة عابرة ولا كل اختلاف بسيط في الرأي يستاهل ان احنا نستنزف طاقتنا فيه. ايه المعايير اللي ممكن تساعدنا نحدد هل الموقف ده بيهدد قيمنا الأساسية ولا لأ، وبيهدد سلامنا النفسي ولا لأ؟ احيانا التجاهل بيكون ابلغ رد. يعني احيانا ان احنا نسكت هيبقى احسن بكتير من ان انا ارد اقول اي حاجة، لانه في بعض الاحيان السكوت بيبقى باين قوي قوي ان هو سكوت قوة مش سكوت ضعف. بالذات لو انت مثلا حد دلوقتي متعصب وعارف ان الحاجة اللي انت على وشك ان انت تقولها هتخلي علاقتك باللي قدامك تتدمر نهائيا، فبدل ما تقولها لا اسكت احسن. وساعتها على فكرة السكوت ده مش هيحتسب لك كضعف، بل هيحتسب كقوة، وفي بعض الاحيان هيحتسب كرحمة، ان انت منعت نفسك ان انت تقول حاجة تخلي اللي قدامك يفضل يتعالج طول عمره. احيانا برضو التجاوز بيكون اسرع طريق للسلام الداخلي. يعني مش كل معركة بنكسبها بتكون مكسب حقيقي، احيانا خسارة معركة صغيرة بتوفر لنا طاقة لمعارك اهم. فاحنا ازاي بقى نعرف الفرق بين الموقف ده يستاهل ان احنا ندافع فيه عن نفسنا وبين موقف الافضل اننا نتجاهله عشان نحافظ على سلامنا؟ ده سؤال وانا بسأله لكم انتوا، يعني مش عارفة الاجابة الصراحة. انا بحاول اسأل نفسي معاكم بس انا مش لاقيه له اجابة دلوقتي. بس كل انسان بيحس بده وقتها، يعني على حسب بقى الموقف، على حسب الشخص اللي قدامك ده يستاهل ان انا اسكت واعديله ولا لا، ولا يستاهل ان انا اديله على دماغه. في حاجات كده يعني بتفرق على حسب الموقف. وبرضو الانسان ما يعرفش يحكم لا على موقف ولا على اي حاجة طالما مش هو صاحبها، لانه غير انا دايما بلاقي انه مثلا فكرة ان احنا ناخد اراء بعض دي صعبة قوي، لانه في موقف زي موقف المواجهة لو حد مثلا سألته في حاجة هيقول لي رد فعل، ممكن رد الفعل ده ما يكونش في حسبانه العشرة اللي بيني وما بين اللي قدامي، ولا الذكريات ولا الحب، ولا ان انا مثلا عارف عنه دواخل اللي جنبي واداني رأيه ده ما يعرفوش عنها، عارف نفسيته عاملة ازاي. في حاجات كتير قوي بتتحسب في النص، فما ينفعش في موضوع المواجهة ده بالذات تاخد رأي حد تاني. يعني المفروض تحكم عقلك بنسبة 100%، والمفروض ان انت عقلك اصلا يبقى هادي في اتخاذ قرار زي ده. وصلنا مع بعض للنهاية. فمن خلال من خلال كلامنا عن المواجهة اكتشفنا ان الموضوع اكبر بكتير من مجرد كلمة بنقولها. هي مش دايما انك تتكلم بصوت عالي، اوقات بتكون عن انك تقف مع نفسك وتكون صريح مع مشاعرك. كل ما واجهنا خوفنا وقلنا اللي في قلبنا اكتر، كل ما اتعلمنا اكتر عن نفسنا وعن قوة الكلمة الصادقة. مفيش حاجة تستاهل اننا نهرب منها طول الوقت، لكن كمان مش كل حاجة لازم نواجهها بعنف. الحكمة انك تعرف امتى تقف قدام الموقف بشجاعة، وامتى تسيب الموضوع يعدي عشان تحافظ على نفسك وعلى سلامك، وعلى ان انت تروق دماغك. يعني انا عايزاك تشتري دماغك على قد ما تقدر. انا متأكدة ان المواجهات الحقيقية هي اللي بتغير حياتنا للأحسن. فكروا في كل لحظة اتأخرتوا فيها عن مواجهة حقيقية مع حد او مع نفسكوا، ازاي كان ممكن تغيروا حاجات لو كان عندكوا سنة شجاعة في الوقت ده. في النهاية المواجهة مش مجرد كلمة بنقولها، هي لحظة تحدي ومجال عميق ان احنا نغير نفسنا. خليكم دايما شجعان في انكم تاخدوا القرار الصح، وابتكروا في طرق جديدة لمواجهة المواقف في حياتكم، سواء كانت مع الناس او مع نفسكم. اشوفكم الحلقة الجاية.